بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، وبعد. بقيت شبهة نرد عليها في كلام الدكتور علي جمعة، وهو يتكلم عن مسألة اتخاذ المساجد أو بناء المساجد على القبور وجواز ذلك عنده وعند من يوافقه في ذلك، وأن ذلك ينسبه إلى أهل العلم وأنهم قالوا إنه من أقرب القرب وكذا، ورددنا على ذلك أن ما ذكره عن البيضاوي لم يقله بهذا اللفظ، ولم يقل إنه قربة ولا من أقرب القرب ولا أنه قربة أصلا. ذكرنا ذلك ورددنا عليه في الحلقة الأولى، ورددنا كذلك على احتجاجه بالآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فراجعوا ذلك. ورددنا كذلك على استدلاله بأن أبا بصير قد مات على سيف البحر ودفنوه وبنوا على قبره مسجدا. قلنا الحديث لا يصح في ذلك أصلا، حديث مرسل ضعيف. طيب، بقيت شبهة. هذه الشبهة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بآل بيته وأمرنا بأن يعني نتقي الله في أهل بيته، وأوصى بأهل بيته. والله تعالى أوصى بمودة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب، نسمع كلامه في ذلك ثم نعلق عليه. الإشاعة اللي طالعة إن الناس اللي بتروح تزور سيدنا الحسين والسيدة زينب ويروحوا يزوروا أهل البيت لأنهم بيحبوهم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، أخرجه الترمذي. فإحنا بنطوع ربنا إلا المودة في القربة، وبنطوع سيدنا، وبنحب أهل البيت، وبنروح نزورهم. إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فعلا الواحد لما يدخل عند سيدنا الحسين أقول الله، إذا كان سيدنا الحسين بجلالة قدره استشهد ومات وانتهى، يبقى الواحد يا سبحان الله ونقعد نتذكر الآخرة. يا سلام. كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش بدعة. قال لي لا، هو في الكتاب والسنة حاجة. طيب، عندنا عدة شبهات في هذه الشبهة. أولا، استدل بحديث كتاب الله وعترته، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترته. الحديث اختلف في ألفاظ، خلينا صححنا اللفظة دي ووافقنا عليها على صحتها. ما الذي فيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترته. عترة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين رووا سنته. فلو أخذنا بالسنن التي رووها ونقلوها إلينا، وأخذنا بسيرتهم العطرة، وأخذنا بقدوتهم، وأخذنا بما كانوا عليه من خلق قويم ومن طهارة ومن توحيد ومن أفلحنا. ما الذي في ذلك؟ هل معنى ذلك أن نذهب إلى قبورهم وأن نتمسح بهم ونصلي عندها وكذا وكذا؟ ليس في ذلك. طيب، استدل بقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة في القربى، أنا ما أقول لك أوصيك بمودة أبنائي، أنا مسافر، أوصيك بأن تود أبنائي، تزورهم، تعطف عليهم، تحسن إليهم، تعطيهم هدية، تعطيهم كذا. لكن بعد موتهم كيف تودهم؟ تدعو لهم، ادعو لهم. تصلي عليهم، صلي عليهم. ترحم عليهم. هل مطلوب منا غير ذلك؟ هل مطلوب أن نبني على قبورهم مساجد ونصلي عندها وندعو ونتضرع ونتمسح ونتبرك؟ لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هذا القرآن. أنتم تزيدون على ما جاء في القرآن. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وصية القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلوا بآل بيته بعد موته. فالقرآن الله عز وجل يعلم ذلك، فلذلك
أوصاهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يصونوا حرمة النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. طيب كلام جميل جدا، ليس فيها دليل على هذا. فأين الدليل على مسألة بناء القبور على المساجد والتمسح بالأضرحة وما يفعله الناس من التضرع إليهم ومناداتهم وسؤالهم الحوائج والاستغاثة بهم وحتى التوسل بهم يعني أين ذلك؟ أين هذا؟ وخد بالك هناك فارق، نحن نفرق بين مسألتين، بين مسألة الاستغاثة والتضرع ومناداة الموتى من الصالحين، هذا شرك، وبين التوسل أن تقول اللهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه آل بيته وكذا وكذا، يسر لي أمري أو كذا، أو اشفيني أو كذا، هذا مختلف فيه وليس شركا، ليه؟ لأنك تدعو الله، اللهم أسألك بجاه النبي، وأسألك مسألة أسألك بجاه النبي أو بجاه آل بيتي أو كذا، هذا فيه اختلاف، لكن ليس شركا، لأنك أنت تدعو الله وتتوجه إلى الله ولا تتوجه إلى غيره. طيب فأين هذا من مسألة بناء القبور وبناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فإحنا بنروح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فيعني أنت لم تذكر هذا أصلا يعني، فهذا واضح في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. كلام البيضاوي الذي ذكرته يقول يعني في من اتخذ مسجدا بجوار رجل صالح يتبرك به بشرط ألا يعظمه وألا يتوجه إليه فهذه المسألة فيها يعني كراهة عند الشافعي وعند غيرهم، عند أهل العلم. الأسلم عدم ذلك لئلا يعني يكون في النفس شبهة تعظيم هذا المقبور، ويعني شبهة يعني أنه يقضي لنا الحاجات أو أنه يؤثر بكذا وكذا، أبدا. البركة من الله عز وجل، يعني كونك تعتقد أنك بجوار بيت كذا وكذا تأتيك بركة من الله، فهذه يعني أن تأتيك بركة من الله نعم، لكن تأتيك بركة بسبب أنك بجوار المقام وكذا، هذا الله تعالى أعلم به. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فكذلك ينهى عما يقترب منه وما يؤدي إليه وما يكون ذريعة إليه. فنسأل الله تعالى الهداية وأن يبصرنا ديننا وأن يتوب علينا. هي فتنة حلت بالأمة ونزلت بهم، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.